ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم نخش على الفلتر ونشوف الاعدادات بتاعته ونشوف ازاي نحل الاخطاء بتاعه الفلتر، واهم حاجه ازاي نحل الاخطاء بتاعه الفلتر. انا مش هشرح اعدادات كتير، انا هشرح بس الاعدادات اللي انت هتحل بيها المشاكل اللي انا هقولها لك، لان انا عارف الفلتر ممكن يعمل مشاكل ايه وايه وايه، فانا بجمع لك المشاكل دي وبحلها لك في الفيديو. ودي فايدة الفيديو اصلا. دي الصورة قبل الفلتر ودي الصورة بعد الفلتر. اول مشكلة هتقابلك لو انت بشرتك سمرا او كده، اول مشكلة هتقابلك هي لون البشرة. تمام، كل اللي انت هتعمله حاجة بسيطة خالص، هتخش على الكلر وبعد كده هتخش على الماكس وبعد كده هتخش على اللون البرتقاني، وبعد كده هتزود بس الليمونز، هو المسؤول عن اللون البرتقاني اللي هو لون البشرة اصلا. لو عايزه فاتح خليه ناحية اليمين، تمام. لو عايزه غامق خليه ناحية الشمال، على حسب بقى لون بشرتك، دي حاجة مقدرش اتدخل فيها، انت اللي ممكن تحددها. تاني مشكلة هتقابلك وهي الإضاءة. ممكن الإضاءة تكون معاك غير كده خالص، يعني ممكن الصورة تكون غامقة اصلا في الاصل، والصورة ممكن تغمق معاك، ممكن توصل للسواد كمان. يعني انت فاهم، انا ما حركتش قوي بس الصورة وصلت للسواد لان الفلتر بطبعه غامق، فانت بتنزل الاكسبوجر فبيغمق اكتر. ممكن تلاقي الفلتر اسود اصلا من غير حاجة، يعني فاهم، من غير ما تحرك الاكسبوجر ده. كل اللي انت هتعمله ان انت هتزوده بس مش اكتر، مفيش فيها مشكلة، دي على حسب صورتك وعلى حسب اضاءة الصورة. طبعا دي هنا هيبوظ لان هو مظبوط كده، فاهمني، بس مش اكتر. وهتلاقي بقى رابط الفلتر تحت في الديسكريبشن. كده حليت لك المشكلتين اللي هيواجهوك اكيد في الفلتر ده. وبس كده، اشوفك بقى في فيديو جديد. سلام.